السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة هنبدأ مع بعض يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس قبل ما نبدأ نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. هنعمل مع بعض النهاردة طريقة عمل اللوبي. يلا نشوف هنبدأ مقاديرنا ازاي. يلا بقى اللي دخل معانا الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة. كده معايا اللحمة لقيت اللي هسلقها، ومعايا طماطمية مبشورة وبصلاية مبشورة والتوابل بقى للسلق. فلفل اسود وكمون وقرفة خشب وروزماري وليمون مجفف وحبهان وورق لورا. دي لسلق اللحمة. هحط حلة على النار فيها مية. في ناس بتحب تدي اللحمة صدمة الأول بمعلقة زبدة كده أو معلقة سمنة، بس كده أحسن. اللي بقى متعود على طريقة يعملها بيها يعملها، كل واحد وراحته. هنا حطيت في المية كده الطماطمية والبصلين المبشورين. في ناس برضو بتقطعهم، لو عايزة تقطعهم مكعبات صغيرة كده قطعيها. هنا احط التوابل: كمون وفلفل اسود وقرفة خشب وروزماري وحبهان ولورا. وبرضو لو عايزة تبشري جزراية في الشوربة دي حطي. حطيت كده اللحمة بالشكل ده. هعمل معاها لوبيا النهاردة، بس هحط بقى حتتين كده في الآخر في اللوبيا واسيب الباقي مسلوق للي عايز ياكل مسلوق. هنا كده غلت معانا ازاي، الشوربة رايقة من فوق ومفيهاش ريم ولا أي حاجة ازاي. دي كده مقادير اللوبيا برضو معايا عصير طماطم ولوبيا متنقية ومغسولة ومسلوقة. انا ما بنقعهاش، انا بسلقها على طول. في ناس بتحب تنقعها ربع ساعة كده ولا نص ساعة قبل ما تسلقها، لكن انا بسلقها على طول. ومعايا كده توم مفروم وبصلاية كبيرة مبشورة ومعلقتين صلصة والتوابل. معايا معلقة بابريكا، ومعايا توم باودر وبصل باودر وكمون ومكعب مرقة دجاج. هنا جبت الحلة حطيت فيها معلقة زبدة أو سمنة اللي موجودة عندك ومعلقتين زيت. ده حطيت البصل المبشور والثوم، معلقة توم مفرومة كده. هشوحهم كده مع بعض، انت بس بتدبليهم مش بصفرهم ولا حاجة، عشان الصلصة بتاعت اللوبيا تبقى خفيفة، ما تبقاش فيها لسعة كده، تبقى حلوة وخفيفة. لما بتصفريها جامد التخديعة كده بتاعت الأكل بتبقى تقيلة. حطيت فيها معلقتين الصلصة، هديهم كده تقليبة صغيرة. التقليبة دي بتطلع المواد الحافظة اللي في الصلصة. لو عندك بقى هريسة شطة ومثلا عايزة تعملها حراقة ولا كده، ممكن تحطي ربع معلقة هريسة شطة، اللي هي الفلفل الأحمر اللي الواحد بيفرمه في الكبة ويحطه في التلاجة في برطمانات. اللي مش عايز يحط شطة بقى هو وراحته. حطيت عصير الطماطم كده بالشكل ده. هنا حطيت بقى الكمون والبابريكا والبصل البودر والثوم البودر، مكعب مرقة الدجاج، ونص معلقة سكر نسيت اقولها عشان حموضة الطماطم. هقلبهم كده مع بعض، عشان التوابل ما تبقاش عاملة تكتلات كده، لازم تديهم تقليبة. وفي الاخر بقى بتدوقي الملح بتاعها، تظبطي بقى الملح بتاعها، كل واحد حسب براحته، عايزاها ملح خفيف وسط كده. الحدقة دي طبعا اللي بتطبخ. هنديهم تقليبة كده وازودهم شوية مية واسيبها بقى على النار، هتغلي وتهدي على النار لحد ما تستوي. تزوديها كده مية. لو انتي بقى عايزة تعمليها من الأول باللحمة، بس أنا سلقت اللحمة الأول، بتحطيها مع البصلاية كده، تشوحي اللحمة مع البصلاية وتحطي المية، وبعدين بتحطي اللوبيا بقى اما اللحمة تدخل، هتدي اللحمة نص سوا كده فيها. لكن أنا سلقتها بقى. أنا عشان ابني تعبان شوية ربنا يشفيه، قلت أعمل له اللحمة مسلوقة. هنا حطيت حلة على النار كده فيها زيت.
هحمر بقى الشعرية عشان الرز. هنقلب بقى الشعرية لحد ما تبقى لونها ذهبي، وبعدين احط الرز بتاعنا عادي. الكوباية طبعا عليها كوباية مية، كوباية الرز على كوباية مية. ده المقدار الرز المصري بتاعنا. بتظبطي بقى الملح حسب ما انت عايزه. اول ما بيغلي بقى بتهدي على النار وتسيبيه يستوي. ما تعملوش على نار عالية عشان خاطر ما يتحرقش منه. اول ما يتشرب المية بتاعته بتهدي على النار خالص، يطلع الرز مفلفل معاكي وحلو. هنا نقيت الرز وغسلته وصفيته وحطيته كده، هديهم تقليبه بمكعب مرق الدجاج وبعدين ازود المية. كده ما حطيت له مكعب مرق، هديهم تقليبه كده مع بعض، وبعدين بقى ازود معيار المية بتاعته. سواء انت عامله كوبايتين رز يبقوا هنا ملح، سواء انت عامله كوبايتين رز تحط لك كوبايتين ميه. كده حطيت الميه اهي وقلبتهم وظبطت الملح بتاعهم. هيغلي بقى ويتشرب ميته، وبعدين اهدي النار عليه لحد ما يستوي واغرف معاكم الاكل. هنا لقيته عايز شويه ملح كمان، رحت حطيته. كده الرز اهو استوى معايا مفلفل وجميل ازاي. هكمل الاكل كله بقى واوريهولكم. غرفت كده الاكل بالشكل ده. حطيت نص اللحمه في اللوبيا والباقي مسلوقه، اللي مش عايز ياكل في اللوبيا ياكلها مسلوقه. ده كان شكل غدانا كده النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. اتمنى يدخل القناه يعمل سبسكرايب للقناه. مع السلامه.